جدا وديربي العاصمة بين الترجي والإفريقي الذي صار في السنوات الأخيرة عرضا جماهيريا من الدرجة الأولى. تأمنه جماهير الفريقين من خلال ما يسمى بالدخلة وما تضفيه على المدرجات من زينة وبهجة يستعرضها لكم من تونس مراسلنا نافع بن عاشور. كلاسيكي العاصمة أو ديربي الجرين بين الترجي والإفريقي هو ليس حوار كروي بين أعرق الأندية التونسية فحسب، بل هو عرض جماهيري وفرجة ومتعة على المدرجات على الطريقة اللاتينية، هو تنافس بين جماهير الفريقين فيما يعبر عنه بالدخلة، هذه الظاهرة التي اجتاحت الملاعب التونسية من بوابة رابطتي الإلترا الترجية والوينرز الإفريقية. الدخلة هي عبارة على عرض كوريغرافي مميز تتفنن في رسم معالمه جماهير الفريقين عبر الصور والرموز والشعارات التي تغطي المدرجات في المباريات الكبرى وخاصة في الديربي، وهو ما يتطلب تحضيرات خاصة واجتماعات وورشات عمل حتى تكون الصورة معبرة وجميلة. هي أكثر حاجة تتطلبها الدخلة يمكن هو التنظيم والذكاء. واحد لازم يعرف يتصرف في الاموال اللي عنده، ويتصرف في الوقت، ويتصرف في الرصيد البشري اللي عنده تاع العباد. الرصيد البشري ديما تبارك الله موجود، والخبره مكتسبه من عند العباد الكل صغار وكبار. ونجموا اليوم معناتها حتى ب 2000 دينار 3000 دينار نعملوا دخله خير من دخله بقيمتها 15000 دينار. في التنسيق نتاع الدخلات نتقابلوا قبل بشهر، هذا فيما يخص الدربيات معناتها نتقابلوا قبل بشهر، نسقوا نختاروا اراء موسعه، كل واحد يجيب فكره وكذا، من الفكره ذيك نزيدوا حاجه نقصوا حاجه لين نوصلوا للدخله الاخرانيه والتام الاخراني وكل شيء، ونقابلوا في الساعه 6 صباحا في رادس ونجهزوا امورنا، والحمد لله ديما موفقين الحمد لله. التنافس بين الجرين انتقل في السنوات الأخيرة من الميدان إلى المدرجات ليصبح الحوار بين الألترا المكشخين والأفريكان وينرز على المدرجات أقوى أحيانا من حوار اللاعبين على الميدان، والجماهير التي تصنع الفرجة أكثر من جيرانها تعتبر فائزة مهما كانت نتيجة الميدان. الترجي هو النادي تأسس في تونس، الترجي مولود عام 1919، كبير بناسه كبير بجمهوره كبير بالناس اللي تخدم فيه ومن اللاعبين اللي لعبت فيه. الترجي الرياضي كان كل مرة يبادر بفكرة عالمية. ما تنجمش تتعدى في العشر سنين الأخيرة من غير ما تحكي على الجمهور الافريقي، من غير ما تحكي على فيراج النادي الافريقي، من غير ما تحكي على المجموعة هذيا اللي هوني معناها فهمت. لازمك العشر سنين ذوما لازم تذكر الافريقي باش تذكر معها الفيراج اللي وقف وراها والجماهير الكبيره اللي وقفت وراها، والظاهره ذي اللي ظاهره هي ولات ظاهره معناها الناس تقعد معناها يحبوا يدرسوا الظاهره ذي شويه فهمت. مشيت ناس وجات ناس، والترجي ديما بطوله وديما كاس والجمهور ديما وراه. الجمهور الافريقي ديما حاضر معناها في كل بارتي، معناها في كل مباراه تلقانا ديما حاضرين معناها، نتلموا حتى قبل ما نمشيو للملعب معناها نتلموا لبرا، وبعد الناس كل نمشيو وننظموا رواحنا ونطلقوا ديما فهمتني. إلى جانب الرسوم والألوان تتفنن جماهير الترجي والإفريقي في استنباط الأغاني الخاصة بها لتحفيز اللاعبين، وهي غالبا ما تكون مأخوذة من أجواء الكرة اللاتينية على غرار جماهير البوكا جونيورز والريفر بليت. ما أجمل أن يقلد المشجعون الجماهير الأوروبية واللاتينية في صنع الفرجة والتشجيع دون هوادة، لكن من دون إفراط، لأن العشق إذا فات الحد قد ينقلب إلى الضد، وهو ما يفسر غول الشغب والعنف الذي يظهر من حين إلى آخر في الملاعب التونسية. لبرنامج شبكة المراسلين، نافع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس.